بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ سلامات. والله زهقت من كتر ما كل ما باجي اعتذر لكم واقول لكم انا اسف، اصل انا بكسل. خلاص بقى، انتوا اكيد بقى اتعودتوا بقى، يعني كل واحد عنده ظروف كده. وانا حتى والله النهارده، وده اللي يعني ميزه كويسه هنتكلم عن الحكايه دي النهارده. عشان النهارده انا قلت بقى ناوي بقى لي كام يوم كده ان النهارده يعني اشتغل. وبعدين عندي شويه صداع كده. وبعدين رحت حلو يا محمد. قال لك دعاء طلوع اللايف، لازم الدعاء بتاع كل حاجه. ما انت تطلع لوحدك كده. ايه ده؟ مفيش صوت اصلا؟ حقيقي؟ كلكم سامعين صوت؟ صوت يا جماعه، ايه نظام؟ صوت؟ في صوت؟ صوت؟ سامعين صوت؟ صوت كويس؟ تردوش عليا برضو انتوا بس. ماشي. فاهم، تعب تاخر كده. في صوت؟ اوكي. اوكي اوكي. ف ف كنت في لحظه هكسل كده عشان الصداع. وبعدين قلت نطلع بالصداع. فكان واحد صاحبي برضو. بعدين قال لي اطلع بصداع كده، شوف هيطلع ايه. فقلت كويس، الصداع ينفعنا في الموضوع بتاع النهارده. ايه بقى الموضوع بتاع النهارده بقى؟ الموضوع بتاع النهارده لذيذ. ايوه انا فاهم طبعا. هو يعني جات لي اشاره برضو كده بصراحه انه ده بيجيب كده عايز آه، يعني يلا نشتغل. الموضوع بتاع النهارده هو ان انت عايز قوي تبقى كويس. عايز تحس انك كويس، عايز تبقى مبسوط، عايز تبقى مش متضايق، عايز تبقى مش عامل حادثه، عايز تبقى مش شايل هم، عايز تبقى ماشي حالك يعني. والحقيقة انه بشوف انه كتير قوي من الناس معاناتهم بتبقى بسبب مم، الحكاية دي. بسبب ان هم عايزين يبقوا كويسين. يعني ايه؟ يعني مبدئيا الدنيا امواج كده. اصلا الدنيا طالع نازل. لا، اساسا هي خلقتها ان هي طالع نازل. هي طب. طبعا الحكايه دي بتلخبط ناس ليه؟ لان هي ممكن تطلع يومين وتنزل يومين، وممكن تطلع 20 سنه وتنزل يومين. انت مالكش دعوه باطوال الموجه دي، مش بتاعتك خالص ولا بتاعت حد. ما حدش له دعوه بالحكايه دي. هو في موج وخلاص، في موج طالع موج نازل كويس. فالبني ادم، لانه البني ادم ده بالذات، يعني البني ادم انت بالذات، البني ادم دلوقتي بتاع العصر ده بالذات، بتاع العصر الحديث ده، لان البني ادم متفقين يعني بنتكلم في حكايه دايما بنجيب سيرتها. البني ادم اللي هو عايش في الطبيعه ده اصلا، الطبيعه بتعلمه الحكايه دي. يعني الحياه بتعلمك الدرس ده بتاع ان انا طالع نازل، ولما انزل اتقل، ولما اطلع ما اتقل برضه، لان انا هنزل. ها؟ وانت مالكش دعوه انا هنزل بعد قد ايه، ومالكش دعوه انا هنزل بسرعه قد ايه، ومالكش دعوه هتربع على نافوخك ولا مش هتربع على نافوخك. فالبني ادم اللي عايش في الطبيعه بيتعلم الدرس ده كويس. بس البني ادم اللي عايش في المدينه وحياته كنترول، حياته مسيطر عليها شويه، بيتحرك، بيشغل التكييف، بيشغل مروحه، بيعمل مش عارف ايه، عنده حلول. عنده في حاجه كده بتحصل كده. بيبرد، بيتدفى، بتعمل ايه، يعني حاجه ماشي حالها كده. وحياته بقت سهله. بيجيب الحاجات، بيطلب دليفري، بيطلب حاجات من اونلاين، مش عارف ايه. البني ادم ده ما بيتعلمش الدرس ده. فالدرس ده بقى اللي ما يتعلموش بيهجم عليه. مم. ايه الدرس اللي انت محتاج تتعلمه؟ الدرس اللي انت محتاج تتعلمه ان انت ما جراش حاجه لما تبقى مش كويس. يعني لما تبقى مش كويس عادي، ابقى مش كويس من اول. يعني مصدع، لما تصدع. ها؟ ما تصدع. يعني في حاجه وجعاك ما تتوجع. عيان ما تعب. ايه المشكله؟
ايه ليه؟ مين قال لك؟ حد كان قال لك ان احنا ان انت جاي هنا يعني مش هتعيا؟ حد قال لك ان انت جاي هنا مش هتوجع؟ حد قال لك الحكايه؟ لا، حد قال لك روح خد فلوسك منه. روح بقى خليه حاسب. مم. شاي عارفين الشاي ده بالايه؟ بالقرنفيل، بالقرنفل يعني. بس بحب انا اهل النوبه يقولوا على القرنفل قرنفيل. حلو الاسم بتاع القرنفيل ده. مم. فلما تكون مش كويس ابقى مش كويس عادي، مش هيجرى لك حاجه. آه. ابقى مش كويس. طبعا الحكايه دي احنا عاوزينها ليه؟ احنا عاوزينها عشان اغراض اكبر من كده. احنا مش عايزينك وخلاص. لا، ده اصلا ده جزء من تعليمك الاساسي. ده جزء من تعليمك بتاع يعني بتاع الابتدائي. ان انت لما تلاقي نفسك مش كويس ما تبقاش اسود، انا مش كويس، انا مش كويس خالص. كتير عارفين الحكايه دي. كتير البنات يستعملوا كده، انا مش كويس خالص، أنا مش كويس خالص خالص خالص، مش كويس خالص. في الحكايه بتاعت، في الكلمه بتاعت انا مش كويس خالص دي، انا مش كويس خالص، انا مش قادر، في ايه؟ في اهم حاجه غير المعلومه بتاعت ان انت مش كويس خالص. في المعلومه بتاعت ان انت مش عاجبك ان انت مش كويس خالص. دي المعلومه الاهم، الاكثر تاثيرا على الموقف. واخد بالك انت ازاي؟ يعني انا مش كويس خالص يعني عندك مشكله، كويس. بس في التون بتاع الصوت اللي طالع فيه شكواك من انك مش كويس خالص، اهم ما في المساله دي واخطر ما في المساله ان ان انت مش عاجبك ان انت مش كويس خالص. ما انتش عاجبك ان انت مش كويس. مخدود ان انت مش كويس، مخدوده قوي. ايه ده انا مش كويس؟ لا، ايه ده؟ ايه ده انا مش كويس؟ ايه يا عم، في عادي بتبقى مش كويس. مين قالك ان انت المفروض تبقى كويس على طول يعني على الاقل؟ طيب، طبعا في صوت هنا، في سؤال مهم بتاع هو الكلام ده ممكن يا عسيلي يعني نبدا نسمعه لو انا ساعات ببقى مش كويس، بس لو انا على طول مش كويس. الحكايه دي مش نافعه، انا مش قادر اعيش مش كويس. صح، عندك حق، عندك حق، عندك حق، عندك حق. لو انت على طول مش كويس يبقى انت مش عارف انت بتعمل ايه. فاهم قصدي؟ لو انت على طول مش كويس، يعني تخيل في حد بيقول لك انا كل ما انزل اسوق بعمل حادثه. تقول له كل يوم؟ يقول لك كل يوم ما بنزلش، ما بحطش رجلي في العربيه غير واخبط العربيه. يبقى ايه الاجابه بتاعتك على طول؟ ايه؟ انت بتعرف تسوق، صح؟ على طول. انا كل ما امسك فلوس اضيعها. انا كل يوم بضيع فلوس، كل يوم. كل يوم، كل يوم. انت كل يوم بتضيع، يبقى انت ما بتمسكش فلوس. في حاجه بتعملها غلط، صح؟ لو انت على طول مش كويس، هم؟ لو انت على طول مش كويس يبقى في حاجه انت على طول بتعملها مش كويس، يبقى انت مش عارف انت بتعمل ايه كويس. يبقى احنا فهمنا انه الخضه بقى بتاعت انا مش كويس مش كويس دي مش مفيده في حاجه. وعايزين معلومه بتاعت ان انا لو على طول مش كويس انا محتاج بسرعه اتعلم انا بعمل ايه غلط. يلا اتفضل، تتفضل بقى، الدنيا عندك اهي، والعلام موجود، والكتب موجوده، والناس موجوده. وتروح انت داخل على الحياه، انا بدور على ايه؟ انا اكتشفت ان انا مش بقى انا مش كويس يعني انا بيتعرض لشيء من الدنيا بيخليني مش كويس. لا، انا اكتشفت ان انا مش عارف انا بعمل ايه. انا اكتشفت ان انا بعك. اكتشفت ان انا مش عارف ادور المكنه بتاعتي، مش عارف ان انا مش عارف اتصرف مع الحياه. فانا على طول مش كويس، فانا عاوز اتعلم ازاي ابقى كويس. ويبدا البحث بتاعك من هنا. كويس. اما لو خلاص، لو يعني نرجع بقى للكيس العاديه بتاعتنا، ان انا شخص بس عادي وببقى ماشي حالي كده. وبعدين اول ما ببقى مش كويس بنزعج قوي ان انا مش كويس. وفي الحكايه دي بنشاور على اهميه ان انت ايه، ان اهم في الموضوع ان انت رافض ان انت مش كويس. وده اوحش حاجه في انك تبقى مش كويس. علاجه ايه؟ علاجه ان انت تتعامل مع انك مش كويس بشكل عادي. تصغر موضوع انك مش كويس، تبسطه. تاني زي الصداع، زي الوجع، حاجه بتوجع. طبعا في اوجاع مش بنعمل يعني انا على فكره شخص ما بستحملش الالم اساسا. انا انا يعني بنام في الارض واصرخ واعيط وكده عادي يعني، مش هو. بس انا قصدي انه حتى في المساله، في الرفض هو المشكله. يعني انت ممكن فيش مشكله انك تتالم وتعيط من الالم، بس انت ما انتش رافض انك متالم. الحكايه دي ليك عشان تدور عليها في النص. تدور عليها وانت في وسط المعاناه، تدور عليها وانت في وسط الوجع، تدور عليها وانت في وسط الصداع، وانت في وسط المغص، وانت في وسط العيا. تقعد تسال فيه سؤال بتاع ان انا دلوقتي بعاني، انا موجوع. بس تروح سائل انت نفسك بقى لما تفتكر الحكايه دي في وسط الوجع، تروح سائل نفسك هو انت عاجبك ان انت موجوع ولا مش عاجبك؟ هو انت قد ايه رافض انك موجوع؟ هو انت قد ايه
مستني ان الوجع ده يخلص، لان كمية المقاومة دي اللي عندك ضد الوجع اللي انت فيه، ضد الازمة اللي انت فيها، ضد ما تعاني منه، هي اللي بتساوي ها معاناتك الحقيقية بقى. هو ده النزيف بتاعك بيحصل من كده، مش بيحصل من الحاجة اللي بتوجعك. علما بانه مش دي الحاجة اللي احنا عايزينها اصلا، دي في حاجة اكبر من كده احنا عايزينها من ورا الموضوع ده. الحاجة اللي اكبر من كده ان احنا عايزينها من ورا الموضوع ده هو انك برضو في البني ادم كده، في البني ادم في راسه كده، البني ادم عايز يبقى اللي هو بقى كويس. تعالوا نروح لكويس بالمعناها التاني. كويس كلمة كبيرة، يعني كويس كلمة عامية مصرية بتعني حاجات كتير. أول معنى اللي احنا اتكلمنا عنه ده إن أنا يعني ماشي حالي كويس، أم أوكي، أنا كويس كويس. وبرضو من ضمن معنى كويس إن أنا جيد، يعني أنا كويس، أنا شخص حسن النوع اصلا. ها تعالوا بقى نناقش نفس الكلمه وهي نفسها كده. انا بستعملها في الاول عشان انا عايز ابقى كويس، يعني عكس ان انا متضايق. انا عايز ابقى كويس عكس ان انا زعلان. انا عايز ابقى كويس عكس ان انا مش ماشي حالي. انا عايز ابقى كويس عكس ان انا مش عارف اتصرف في نفسي. انا عايز ابقى كويس. ها تعالوا نستعمل الكلمه دي بمعناها التاني اللي موجود في نفس اللغه بتاعتنا دي برضو في نفس انا بقى البني ادم كمان عايز يبقى فعلا كمان كويس. كويس يعني كويس، حسن، جيد، نوعه كويس. عايز تبقى كويس. عايز تبقى حاسس ان انت مقارنة بالاخرين كويس. خد بالك ازاي؟ فهمتوا الكونسيبت ده؟ هندخل عليه من كده، من مقارنة بالاخرين. يعني اي اصلا فعل، اي فعل صفة لازم يبقى صفة مقارنة بحد. مفيش حاجة اسمها طويل في المطلق كده. في طويل مقارنة بمين؟ في قصير مقارنة بمين؟ طيب مقارنة بمين؟ شرير مقارنة بمين؟ لازم بالمقارنة. الصفات كلها بتظهر مداليلها بتبان بنفهمها بالمقارنة بنفس الصفة في حد تاني عنده أقل أو أكتر. فالبني آدم اللي هو عايز يبقى كويس ده مش عارف حاجة مهمة جدا 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 عن طبيعته، عن طبيعة نفسه. إن أنت يا ابن آدم كل ما تحس إنك جيد النوع، كل ما نوعك يسوء. مجرد ما تحس ان انا كويس كده بدأ نوعك يبقى اسوأ من الشخص اللي ما بيقولش كده. هل معنى كده ان احسن الناس يعني هم اللي هم على طول قرفانين من نفسهم؟ لا، ما قلناش كده. بس قلنا انه انت اصلا مهم بالنسبة لك ان انت ما تشوفش نفسك على انك كويس. يعني اشوف نفسي على اني وحش؟ لا، برضو ما قلناش كده. احنا قلنا مش كويس ليك انك تشوف نفسك على انك كويس. تعالوا على طول كده ناخد من رب العالمين، يعني ناخد ايه، ناخد يعني هنت كده، هلب. تاخد بتاع كده ايه تساعدك. تاخد الكلمة يعني زي رصاصة كده، بروب. اسمها ايه؟ آية قرآن. اسمها ايه؟ لا تزكوا أنفسكم، هو بقيتها هو اعلم بمن اتقى. فانت ما تقولش على نفسك انا كويس. خلي بالك، خلي بالك. طبعا انتوا الحكايه دي ليه مش عارفينها؟ لان انتوا اصلا كلكم على بعض، كلكم ها، ايا كان انتوا كمان جنسياتكم ايه يعني من العالم العربي دي، طلعتوا وعيتوا في الدنيا على ناس طالعين في التلفزيون عاملين نفسهم شيوخ وبتاع، وعاملين نفسهم بتوع ربنا، وعاملين نفسهم بتوع، وعمالين يقولوا عن نفسهم. كل واحد بيتكلم عن نفسه على انه احسن حاجه، ويتكلم عليه هو ومن شابهه واللي هم شبهه على انهم الفئة الناجية، والناس التانيين مش نافعين في حاجة، واحنا اللي هم، واحنا اللي فاهمين، واحنا اللي اتباع سيدنا النبي، واحنا اللي عندنا الحقيقة، واحنا اللي ما دوننا باطل، واحنا بنزعق في اللي بيقول كلام غير كلامنا. فاهم ازاي؟ مع ان اصلا رب العالمين اللي هو منزل الدين اللي هم الناس دول بيتدينوا بيه بيقول جوه المصحف بتاعنا ده، بيقول لا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. انت ما تقولش على نفسك كويس. انا عارف مين كويس ومين مش كويس. انت ما تقولش على نفسك كويس. طيب،
الحاجة على فكرة، الصوت اللي هو كل شوية بيجي لك في راسك يقول لك لأنه كمان مش كويس خالص إن الواحد يحتقر نفسه، إن الواحد يبص لنفسه نظرة دونية، يبص لنفسه نظرة محتقرة مقارنة بالناس، مش كويس. أمال إحنا عاوزين نظرتك المحتقرة دي تبقى مقارنة بمين؟ أصلا إحنا عايزين نظرتك الدونية، بلاش محتقرة، محتقرة كلمة يعني ايه، يعني عندها استعمال بس بلاش نستعملها دلوقتي. تعالوا يعني انا عايز اشوف نفسي مش كويس مقارنة بايه؟ مقارنة بالناس. انا مش عاوز اشوف نفسي، مش عايز اشوف نفسي كويس بس، ومش عايز اشوف افعالي على انها احسن حاجة عندي عشان افضل دايما احاول، ومش عاوز اشوف افعال الناس عشان اعمل الخطأ الرهيب اللي كل الناس بيقعوا فيه في سهولة. كل ما تمسك حد بيعمل حاجة غلط، اول حاجة يرد عليك بيها لو كلمته يقول لك هو يعني انا اللي جت عليا. ليه؟ لانه بيبص على من بيعملوا اسوأ منه، فبيتصور بقى ان هو كده حلو، لان هو في حد بيعمل اوحش منه فهو بقى كويس. فالرول اللي احنا عاوزينها ان انا ما بقولش ابدا على نفسي ان انا كويس، ولما ببص على افعالي واقارنها بافعال الناس، بقارن افعالي باللي بيعمل احسن مني عشان انا عايز ابقى احسن. فبشوف وانت بتعمل ايه، ده بيعمل احسن مني، انا احاول اعمل زيه. الله والله العظيم برافو عليك، انت شاطر جدا. احنا عندنا مش كده، احنا عندنا اللي بتشوفه بيعمل الناس اللي مؤاخذه يعني حالتهم بقت وحشه كده، لما يشوف حد بيعمل حاجه احسن منه بيتريق عليه، بيتريق على الكويس. ليه بيتريق على الكويس؟ حيله دفاعيه اخرى من حيل الكائن اللي فوق ده. م? الكائن اللي فوق لما بيتكلم وحش على الناس بيحس ان هو احسن لوحده اوتوماتيك كده. شوف عشان كده ربك قال لك لا تزكوا انفسكم ولا على حساب الناس. عموما لا تزكي انفسك، يعني انفسكم، لان انت تزكيه نفسك مش كويسه ليك. فتزكيه نفسك مش كويسه ليك، واحتقار نفسك مش كويس ليك. احتقار نفسك مقارنه بالناس مش كويس ليك. امال في حته بقى منك في الوظيفه الكبيره بتاعتك مفيد ليها، برضو هنستعمل يعني كلمة احتقار دي بتحفظ، مش قصدنا كده. هنخليها استصغار نفسك مثلا، تضاؤل نفسك، اللي هو حاجة كده في سكته، ها، في سكة التواضع. م? التواضع كده، ها. يعني ايه تواضع؟ هو لو انا هو حكاية لا تزكوا انفسكم ده من التواضع طبعا، ولو على طول يعني لا تزكوا انفسكم ده تحت بند ايه؟ يدخل تحت بند ايه من فعل محاولة ان انا ابقى احسن. بعمل ايه كويس؟ ايه الفعل اللي انا بعمله كويس باني لا ازكي نفسي؟ اني بتواضع. بتتواضع لمين؟ بتتواضع لمين؟ للناس؟ هم مالهم؟ ما في ناس كده، ما في ناس بتتواضع للناس عشان يعملوا نفسهم متواضعين. هو التواضع اصلا مش للناس. آه. احنا مش عايزينك اصلا تتواضع للناس، احنا مش عايزينك تتكبر على حد، بس مش عايزينك تتواضع للناس اصلا. ما عايزينك تتواضع لمين؟ احنا عاوزينك تتواضع لربك. انت احنا يعني ايه؟ احنا كلنا ما احنا مصلحتنا واحده، انت مصلحتك زي مصلحتنا، يعني انت مصلحتك فيك زي مصلحتنا فيك احنا بالظبط. انا مصلحتي في نفسي زي مصلحتكم انتوا فيا. فاهمين ازاي؟ احنا كده، هو الانسان كده، مصالحنا في بعض مربوطه ببعض. كويس. فانت عايز تتواضع لربك. هو معنى ان انا اتواضع لربي اني هتكبر على الناس؟ لا. طب معنى ان انا اتواضع لربي ان انا ما اتواضعش الناس؟ لا برضو. بس نيتك لما تكون ان تتواضع لربك، تصغر امام ربك الكبير العظيم ده، ها، يبقى دي حاجه مفيده جدا ليك. وتعالوا نرجع عند موضوع كويس بقى، ناخد الحاجه اللي انا عمال الف حواليها دي. انتوا عارفين أنا بحب الف. اه. هو انت ليه عايز تبقى حسن؟ إذا كان أصلا أنت من مصلحتك إنك تشوف نفسك ناقص قدام كمال وعظمة ربك العظيم ده، آه. دي حاجة مفيدة ليك، حاجة مفيدة ليك.
ان انت التمام، الكمال محروم منه، انت محرم عليك، ما تقدرش عليه. الله بقى، الله يعطي ذلك رسوله، عباده المقربين اولياءه، يديهم بقى من فضله، يخليهم كده، يخليهم كده نضاف، يخليهم يعني يخليهم كويس. انا مش عايز اقول على نفسي نضيف، انا عاوز افضل دايما زي طبيعه البني ادم. بصوا الكلمه دي على طول، انا مش عاوز اقول على نفسي نضيف. زي عارفين الناس يروحوا على طول كده، كل من الناس لما يتخانقوا دايما، انا مش هشتمك عشان انا متربي. هو انت اللي بتقول على نفسك متربي؟ حاجه غريبه كده. كل واحد بيقول على نفسه كده، هو الناس ولا متربيه ولا نيله، الحقيقه يعني الحقيقه الكذب خيبه يعني. فانا مش عايز اقول على نفسي نضيف، انا عايز انتبه دايما لتنظيف نفسي. طب يلا نروح على الفيزيكال ليفل، حتى على جسمك. وانت لو قعدت تقول على نفسك انا نضيف انا نضيف انا نضيف، هنعمل حاجه احنا بيك؟ هنشم ريحتك في الاخر. احنا عاوزين منك ايه؟ احنا اللي بنشمك. احنا عاوزينك تستحمى كل يوم. مش عايزينك تقول على نفسك نضيف، انا عايزينك تستحمى، صح؟ طب وانا كمان كده، انا مش عايز اقول على نفسي نضيف، انا عايز استحمى. طب وانا مش عايز اقول على نفسي جيد النوع، انا مش عايز اقول على نفسي حسن النوع، انا مش عايز اقول على نفسي انا كده كويس، انا كده احسن من غيري. انا مش عايز اقول الحاجات دي. انا عاوز اعمل ايه؟ انا عاوز افضل دايما بعمل حاجه عشان انظف نفسي، حرفيا انظف نفسي. وانت قصدك بيها جسمك، وانت بتستحمى بتنظف جسمك، وتنظف نفسك يعني تنظف نيتك، تنظف اخلاصك، تنظف نيتك في توجهك الى ربك. ربك بيساعدك في الحكايه دي، بيقول لك ايه من ضمن الحاجات المهمه جدا ليك عشان تعمل كده؟ لا تزكوا انفسكم، هو اعلم بمن اتقى. ما تقولش عن نفسك حلو، ما تقولش عن نفسك كويس، ولا تقول عن نفسك وحش. ها؟ ما تقارنش نفسك بالناس وتقول عن نفسك. بص على الافعال، في فرق كبير جدا بين اللي عايز يتكلم ده. يعني خلي بالك من حاجه مهمه، ان في الايجو بتاعك في حاجه عايزه تضحك عليك. ازاي؟ اللي هي مثلا بتاعت ان هي انا دلوقتي عارف ان انا بعمل حاجه قذره مثلا، اي حاجه، عندي اي تصرف قذر، في قذاره، في سواد، في ظلمه ما بتطلع مني، فانا متضايق من الحكايه دي. فعشان انا متضايق من الحكايه دي، نفسي اللي هي في حد منهم اللي جوه نفسي دول هم اللي بيعمل الحاجه اللي هي القذره اللي انا بعملها، ولا يعني مفيش حد من بره بيعملها، انا اللي بعملها كويس. فهو قال يعني بقى عشان يخليك تحس احسن عن نفسك، يروح شتمك، اروح انا اشتم نفسي، انا حقير، انا ما استاهلكيش. عارفين الحاجات دي؟ عارفين المناظر دي؟ انا ما استاهلكيش، انت احسن مني، انا وحش. هو بيقول كده ليه؟ عشان يتطهر؟ لا، هو بيقول كده عشان يمثل، مم، عشان يمثل انه بيتطهر. ان هو لما يعترف بقى بالبتاع يبقى كده خلاص. لا، ما بتعترف بالحاجه ما حصلش حاجه خالص. يعني حصل، لو نيتك صادقه حصل 5% 3. بس هتعمل ايه بعد كده؟ هل انت ندمان فعلا ولا لا؟ نبدا نتكلم، والندم توبه. بس يعني هل انت فعلا ندمان؟ هل فعلا عاوز تغير حتى لو مش قادر؟ بس هل فعلا عايز تغير؟ هل فعلا عاوز تبطل؟ هل فعلا عاوز ما تطلعش منك الظلمه دي؟ هل فعلا عايز كده؟ دلوقتي مريم عيني عليها على طول، هي بتقول ازاي ده عايزينه ما يخبطش في السيلف استيم بتاعنا. هو الحكايه بتاعت السيلف استيم دي كلها على بعض محتاجه، يعني محتاجه تعليم من الاول بصراحه، محتاجه اقتراب مختلف. لانه السيلف استيم، احساسي بنفسي، ممكن يحصل لليفلز مني مش مفروض تحس انها كويسه خالص. يعني ما هو يعني هو الشخص المتعالي المتعجرف ده بيبقى ايه؟ عنده سيلف استيم ولا عنده شعور بالسيلف استيم؟ عنده حاسس ان هو عنده قيمه كده بتاع. امال هو ازاي هيتعجرف على الناس؟ ازاي هيتعالى على حد؟ هيعمل ازاي كده؟ لازم يبقى عنده احساسه بنفسه عالي، يحس بنفسه كده وحاسس بنفسه. الله. هو السيلف دي ستيم ده حاجه حلوه ولا وحشه؟ هو على حسب انت حاسس بالسيلف ستيم ده فين. حاسس بالسيلف ستيم عشان انت يعني ابن فلان الفلاني طز فيك، حاسس بالسيلف ستيم ده عشان انت يعني معاك فلوس طز فيك، حاسس بالسيلف ستيم ده عشان انت عندك سلطه طز فيك، حاسس بالسيلف ستيم عشان ايه؟ حاسس بالسيلف ستيم عشان انت بقى ربنا يفتح علينا يعني وعليك، عشان انت عبد الله،
عشان انت اللي الله وضع فيك سره، عشان انت اللي ربنا خلقك عشان تعبده، عشان انت اللي كده، عشان انت اللي فيك بقى الضمير الانساني وكده، عايز يجيلك ده السيلف استيم بتاعك، عايزه يجيلك من كده. يا سلام عليك. يعني عايز تقعد، عايز تتفرج على الشجره، الكائن العظيم ده اللي اسمه شجره ده، وتقول ايه ده انا بتكلم والشجره ما بتتكلمش، وتحس ان انت بشكرانيه لربك ان هو مخليك تتكلم والشجره ما بتتكلمش. اتفضل. يعني تمام، يلا حلو، حس بالسيلف استيم. فالحكايه محتاجه، موضوع السيلف استيم ده محتاج تعريف، لان السيلف استيم كما نرى بسهوله كل الناس، يعني هات الناس اللي بيعملوا الحاجات اللي انت نفسك مش عاجباك التصرفات دي، وقيس كده السيلف استيم هتلاقيه عالي. الله، ده العجرفه والغرور، ده الكبر، ده الخطيئه اصلا ام الخطايا وابوها الكبر. الكبر ده سكته منين؟ من عند السيلف استيم. السيلف استيم ده عباره عن ممكن يبقى مخلوط بكبر لو ما خلناش بالنا منه. فاحنا عايزين نخلي بالنا كويس من الحكايه دي، بقى لنا نزكي انفسنا. وجزء من الموضوع ده هو البراكتس بقى، التمرينات اللي احنا بنتكلم عليها من الاول خالص دي، من اول ما بدانا. ان انت مش لازم تبقى كويس على فكره، مش لازم تحس ان انت جسمك كويس على طول. لازم دايما تعمل اي حاجه تقدر تعملها لجسمك، تقدمها لجسمك عشان تبقى احسن، تتفضل تعملها فورا، كل يوم كل يوم. بس انت مش عايزينك لما تيجي يجيلك صداع، ولا لما يجيلك بتاع، ولا لما حاجه توجعك، ولا لما تعيا تبقى منزعج قوي كانك انت المفروض ان انت محصن يعني، واحنا يعني بنبوظ الديل اللي بيننا وبينك. مش عاوزين كده، دي حاجه مش كويسه ليك. مش عاوزينك تنزعج قوي لما الدنيا تخبطك جامد، لما يحصل لك مصيبه. مش عاوزينك تبقى منزعج قوي وكأن في حد عامل معاك ديل ان انت ما تتضرش في الدنيا. مين قال لك كده؟ ومش عاوزينك تشوف نفسك على انك كويس، عايزينك تشوف نفسك على انك عاوز دايما تبقى احسن، عاوز دايما كل حاجة بتعملها كويسة تبقى احسن، وكل حاجة بتعملها وحشة تبقى احسن. صح؟ مش هو ده الناس اللي بتكبر كده من اول؟ اصلا كله يعني العلام بتاعك كله. يعني انت بتروح المدرسة وانت صغير يعلموك الكتابة، ايه، تكتب الف اللي هي عاملة كده دي، والهمزة اللي عاملة زي مركب فوقها وبتاع. بعدين بتقعد تعمل ايه؟ بتقعد تكتب تاني لحد ما تكتب احسن. تعلم الحساب، 2+1 تساوي 3، وبعدين تبقى ممكن تبقى محاسب لو عايز. تعلم ان ده مثلث، وبعدين ممكن تبقى مهندس لو عايز. تعلم ان دي الاميبا، وبعدين ممكن تبقى دكتور. والحكايه دي بتحصل ازاي؟ بانك بتبدا تتعلم احسن 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 احسن، كل ما تعلم حاجه تعلم بعدها، تعلم بعدها، وهكذا وهكذا في تصرفك. ما انت ربنا معلمك، خلينا بنتعلم بالطريقه دي ليه بره؟ عشان تعلم بالطريقه دي جوه، عشان تطبق انها نفس الطريقه اللي انت بتحسن بيها امكانياتك اللي بره دي، تحسن بيها امكانياتك اللي جوه، تحسن بيها نوعك انت. علما بانه اشاره صغيره هنا مهمه جدا جدا جدا، قد الفيل بقى في وسط الكونتكست يعني. اتمنى ان انتم ما تبقوش تايهين يعني، بس الميزه ان الفيديو موجود وممكن ترجع وتلم كل الحاجات على بعض هنا. ان دي من اهم الحاجات برضو، اللي الاخطاء اللي الثقافه الحديثه بتوقع فيها الناس، بنقع فيها بسهوله جدا. بتاعت ايه؟ بتاعت ان انت بيفضلوا يقولوا لك اشتغل على نفسك، اعمل مش عارف ايه بتاع. انت ما تقدرش تحسن نوع نفسك، لازم تفهم الحكايه دي. لو كنت قدرت كنت هتبقى عامل كده ازاي؟ انت ده مش مطلوب منك، مش مطلوب منك انك تغير نوعك. مين يقدر يغير نوعك؟ اللي يقدر يغير نوعك هو من يملكك، ربك اللي يقدر يغير نوعك. ونفسك دي بتاعتك، انت عاملها، انت اللي مديها لنفسك. انت عارف موديلها كام يعني؟ يعني عارف الزراير بتاعتها فين؟ لا، انت تعرف شويه حاجات كده، شويه حاجات كده انت سابقلك كده تعرفها عنها، بس هي بتاعتك انت عاملها. لا، انت تعرفش تغيرها. ما انت مطلوب منك ايه فيها؟ مطلوب منك اولا انك لا تتكبر، عشان تعرف ان انت نفسك دي مخرومه وفيها حاجات، فيها مشاكل، عندك عيوب، عندك حاجات، عندك سوادات، عندك ظلمات. وتعمل ايه في ظلماتك؟ بدل ما تعمل نفسك فتك ويجي لك كبر، انا بشتغل على نفسي، انت مش هتشتغل على نفسك، انا بشتغل على نفسي. مش تسمعوا؟ عمركم سمعتوا حد بيقول لحد كده؟ سايب نفسك انت حمار، انا بشتغل على نفسي، بص بقيت ايه. ده يعني
احنا بنعمل ايه؟ يا ريتك ما اشتغلت على نفسك، يا ريتك ما بتقدرش اصلا. ها؟ ما انت تقدر تعمل ايه؟ ان شغلتك ان تمنع نفسك، ها، من ان سوادها يطلع. ده انت تقدر تعمله. يعني انا حرامي، مثال بسيط، يعني انا حرامي دلوقتي، انا مش شغلتي ان انا، ربنا مش طالب مني ان انا ادوس على زرار جوه نفسي فابقى مش حرامي. انت عاوز تنام مع حد مش مفروض تنام معاه، مش شغلتك ان انت ما تعوزش تنام معاه، لا، انت شغلتك انك ما تنامش معاه. انت شغلتك انك ما تسرقش الحاجه اللي انت عايز تسرقها، مش شغلتك انك ما تبقاش عايز، انت ما تقدرش ما تبقاش عاوز. فانت ما تقدرش تجتهد فنفسك تبقى غير نفسك اللي هي انت بتقابلها دي. انت تقدر تجتهد فتمنع فتراقب نفسك، ولما تلاقي نفسك عايز تعمل حاجه انت نفسك مش عاوز تعملها، ايا كان السبب على فكره، سواء كان عشان حرام او عشان غيره، عشان انت عايز تبقى جيد النوع او غيره، ايا كان، يبقى انت تروح داخل موقف نفسك عن الحاجه دي. هو ده دورك، هو ده اخرك. وعشان يكمل دورك ده، انك تبقى تروح جايب نفسك اللي هي بقى فيها السواد دي، ها، وتوديها اللي صاحبها، للوحيد اللي يقدر ينورها لك. من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فانت نفسك مضلمه لحد ما ربنا يشاء انه ينورها لك. بس بسيطه جدا، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ايه اللي جوه نفسك ده اللي انت اصلا بقى في الاخر خالص بسببه، ها، مش كويس ومتضايق ومكتئب وبتاع ومش عارف تشتغل على نفسك؟ ايه الموضوع؟ الضلمه. طب وعلاج الضلمه ايه؟ النور. طب ومنين النور؟ منه صاحب النور، منه النور. مفيش نور تاني. لو تعرف حد تاني عنده نور يديهولك روح له، بس انا بقول لك مفيش. النور اصلا لله، من الله، من الله فقط. مفيش نور تاني في حته تانيه. عاوز بقى نفسك المظلمه تقفشها وتروح ماسك كده، عشان انا مش عاوز، ربي شايفني، ربي شايفني طول الوقت، انا مش عايزه يشوفني وانا بسيب ظلمة نفسي تسيطر عليا كده تطلع مني، ولا عايزه يشوفني وانا بتكبر على ظلمة نفسي وعندي حاجة سودة، عندي خرم وما بقولش عليه، ولا عندي حاجة سودة فبقول ايه ده، بصوا ده عندي بتاع دي بيضة ازاي، ايه ده بصوا ده انا حلو، ايه ده بصوا ده انا طيب، ايه ده بصوا ده انا صالح، ايه ده بصوا ده انا مش عارف مالي، ها. فبزكي نفسي فبعمل خرم اكبر لاني بقع في ظلمه اكبر وربنا محذرني منها. تجيب نفسك وتجيبها لنا. يا رب بص لقيت نفسي عامله ازاي، يعني لو يرضيك حاضر انا هفضل، يعني هفضل واقف لها كده، لو تحب يعني تريحني منها، الحمد لله رب العالمين. شايفين الرحله دي كلها بتتسم بايه؟ ايه ده انا مش لازم ابقى حاسس كويس طول الوقت، لا. ده انا مش لازم ابقى جيد طول الوقت، لا. ده انا مش لازم اقول على نفسي جيد اصلا، لا. ده انا مش لازم حتى قدام ربي ابقى جيد على طول، لان انت مش هتبقى جيد لان انت ما انتاش كده. وربنا خلقك بضلمتك كده لان هو عايزنا بضلمتنا كده. ما هو مش عنده ملائكة الله؟ عنده ملائكة. انت مش مخلوق عشان تبقى ملاك، انت مخلوق عشان تبقى بني ادم كده. مخلوق عشان تبقى عندك ضلمة تدور عليها ويغرك الشيطان بنفسك وتزكي نفسك وتكابر. والمكابره دي ايه؟ مش المكابره ان انت بيبقى في ضلمه طالعه لك والناس تتاذي منها وتقول لك ايه ده الضلمه اللي طالعه منك، قول فين الضلمه ما انا حلو. مش ده كبر؟ مش ده بيحصل كده ولا بيحصل ايه؟ بيحصل كده. فانت مخلوق عشان ضلمتك دي هي جزء من علامه، جزء من تجربتك كبني ادم، ها؟ ضلمتك رزقك، ضلمتك رزقك. فانت ما انتش محتاج تبقى كويس طول الوقت، ما انتش محتاج تحس كويس طول الوقت، ما انتش محتاج تبقى كويس طول الوقت، بس محتاج دايما 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 تبقى عاوز تبقى كويس، ها، امام ربك، اللي هو الحاجة الوحيدة بقى اللي يعني تفرق معاك فعلا، لان غير كده ما انت هتزعل. يعني لو الناس بصوا قد ايه بنبذل مجهود عشان الناس تحبك، ها، تعمل قد ايه مجهود عشان الناس تحبك وتعمل لك لايكات وتعمل لك مش عارف ايه قد ايه الناس بيعملوا مجهود. بصوا الناس بقوا عاملين ازاي، بصوا البتاع ده الفيسبوك ده بقى عامل ازاي، بصوا الناس بقوا بيعملوا ازاي، بصوا الحرب اللي حبوني هيعملوا لك ايه يعني؟ يعني يجيبوا لك فلوس يعني على اليوتيوب، هو كده انت هتبقى كويس؟ لا مش هتبقى كويس ولا نيلة.
مم. بس تقريبا فيها كده يعني، هي فكرة يعني اتلمت. انا عارف هي متشعبة كده، بس اللي يتلخبط يعني يرجع يتفرج على على ال على الفيديو من الاول. و... وانا ان شاء الله كالعادة هحاول ان انا ارابط وكده، وما ما اتاخرش، واعمل فيديو كل شوية او ما اقدر. و بس كتر خيركم، تصبحوا على خير، سلام.